لأول مرة البابا سوفيلوس الثالث يكشف تفاصيل معجزة ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح، ويحكي عن كل ما شاهده داخل القبر المقدس. كلنا عارفين ان البابا سوفيلوس الثالث هو بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس، وهو البطرك الوحيد اللي بيدخل القبر المقدس وبيخرج منه حامل النور المقدس، وهو الوحيد اللي بيشوف معجزة ظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح. وعندما سألوا البابا سوفيلوس الثالث عن شعوره عندما يرى النور المقدس خارج من القبر وتفاصيل ما يحدث داخل القبر قبل ظهور النور المقدس، فكانت إجابته: إني أركع أمام الحجر الذي وضع عليه جسد السيد المسيح الطاهر بكل تقوى وخشوع، وأواصل الصلاة بخوف وتضرع